السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير. انا صباح الحمد لله. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم وصفه تاع لي سوفلي يجوا بزاف خفاف وبزاف فارغين للداخل. هاد الوصفه ناجحه 100%، مكوناتها بسيطه واكيد لو كان تجربوها ماكمش راح تستبدلوها باي وصفه اخرى. مكوناتها نسحقوا كاس حليب دافي مع 2 كيسان ونصف تاع الفرينه، غربلوا الفرينه من المستحسن. تسحقوا حوالي 4 كاس تاع الزيت. هذا الكاس هذا هو اللي هو اللي قسنا به جميع المكونات. هذا الكاس هو اللي قست به الحليب وقست به 2 كيسان ونص تاع فرينه مع ربع كاس تاع الزيت مع مغرفه كبيره تاع سكر، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز ومغرفه صغيره مملوءه تاع الملح. نروحوا الان طريقه التحضير. نحكموا ان ريسيبيون ندير فيه المكونات تاعي. اول حاجه بديت بها هي كاس تاع الحليب الدافي، نفرغوه مع بعض. من بعد نروح نضيف مغرفه كبيره تاع سكر ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز. بالنسبه للسكر ما كانش عندي سكر هذاك المحدد، كان عندي سكر حبيبات، خديت 2 حبات. وعندي مغرفه كبيره تاع خميرة الخبز اللي تكون ماشي مملوءة جيدا، يعني تكون مغرفة كبيرة ولكن ممسوحة ماشي بومبي. فوالا نخلطوا هاد المكونات مع بعض. من بعد نضيفوا كاس الاول تاع الفرينه. دائما الفرينه غربلوها، يعني في اي وصفه غربلوا لا فارين تاعكم راح تعطيكم نتيجه افضل وافضل. نحرك مليح هذا الخليط هذا ونروح نضيف نص كاس الاخر تاع الفرينه. هنا نكونوا درنا كاس ونص تاع فرينه في البدايه. نحركهم مليح، نتحصلوا على خليط يكون نوعا ما يتلاصق. فوالا يعني مازال لي كاس تاع الفرينه. في الوصفه هذه نسحقوا 2 كيسان فرينه ونص. هنا بدينا حطينا كاس ونص. شوفوا واش تحصلنا على حاجه مازالها ليكيد اللي هي حنخلوها تخمر حوالي ربع ساعه. هنا بعد ما جازت ربع ساعه خليناها خمرت. شوفوا كيفاش ولات لي. هنا باش نروحوا يعني نضيفوا باقي المكونات. شوفوا هنا كي بديت نكسر لها الخمر كيفاش راهي، يعني راهي خفيفه. فوالا راهي خفيفه بزاف. من بعد هنايا نروح نضيف لها باقي المكونات اللي هي 4 كاس تاع الزيت. فوالا نفرغ عليها 4 كاس تاع الزيت ونضيف لها الملح علاه ما ضفناش من الاول، يعني باش العجينه تعطي نتيجه افضل في الاختمار وتختمر باسرع وقت. هنا كنا خليناها كيما قلت لكم ربع ساعه فقط. نحرك كاع المكونات تاعي، الزيت الملح مع العجينه هذه باش نبدا نلم فيها بالكاس اللي قعد لي تاع لا فارين. قسمه نطمها برك، قسمه يعني نضيف الكاس الثاني تاع الفرينه، قسمه تنطم لي. من بعد نحيها من الغيسيبيون ونعجنها لمدة دقيقتين هكا، حتى تحسوها ولات ليس ولات يعني طاوعكم في الخدمه. شوفوا معايا هنايا كيفاش راهي. شوفوا كي بديت نعجنها، يعني ما استعنت بحتى حاجه، ما درتني ما رشيتني لا فارين ني والو، دوك وحدها تولي ما تلصقش وهي تكون عجينه طريه في نفس الوقت. ولا شوفوا نعجنها حتى نحسها خلاص ولات ليس. كما قلت لكم حوالي دقيقتين ونشكلو حربوش كيما راكم تشوفوا معايا. شوفوا كيفاش ولات لاباط ليس. شوفوا كيفاش يطاوعني في الخدمه، ما تلصقش ولكن تحسوا بها باللي عجينه طريه. تروحوا تقسموها بلاكوبات ولا بسكين. يعني هاد الكميه هذه تاع العجين تخرج لكم حوالي 8 تاع لي سوفلي اللي يكونوا حجم متوسط، يعني ماشي صغار، راح يكونوا حجم متوسط. شكلوا هكذا كريات كيما راكم تشوفوا معايا وتخلوهم حوالي 5 دقائق باش تبداو تحلوهم. فوالا نكوروا كاع العجينه كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل هذا. من بعد غطوهم بان توخشون ولا حوالي 5 دقائق. من بعد جو ديروا لهم لافارس وطيبوهم مباشره. الان راح نوريلكم كيفاش درنا لاصوص طوماط تاعنا. نسحقوا فيها طوماطيش، انا درت حوالي 4 حبات متوسطه. عندنا هنا المرقاز وعندنا هنايا فصوص تاع الثوم حوالي 4 فصوص كبار، شويه فلفل كحل وشويه ملح. بالنسبه للطماطيش تكونوا غسلتوها اكيد، عصرتوا لها نحيتوا هذيك الزريعه تاعها، يعني بلا ما تنقوها بلا ما تنحوا لها هذيك لابو تاعها. ديريكتومون طماطيش تشلوها تقطعوها ديكاري بشكل عشوائي. من بعد تجيبوا هكا مقله، ديروا كميه تاع الزيت وتبداو بالمرقاز هو الاول، تبداو هكا تقليوه لخاطرش باقي المكونات كامله راهم رايحين يطيبوا في هذه المقلات، يعني بهذاك ليدام اللي يكون خرج من المرقاز هو اللي رانا رايحين نقلو فيه الثوم. كيما راكم تشوفوا تحطوا هذوك سنينات تاع الثوم اللي تكونوا سكرفشتوهم وتقليوهم، تحمسوهم شويه بالك برك يتحرقوا لكم، يعني لازم تحركوهما يبداو يطلقوا هذيك الريحه تاعهم باش تروحوا تضيفوا هذوك القطع تاع الطوماطيش تاعكم. صدقوني هاد لاصوص راح تجي بزاف بنينه.
واختياري تحبوا ديروها ديريكتومون بلا ما ديروا المرقاز من بعد كي طيب تضيفوا لها علب تاع التونه يعني بذوق الطماطم تاني يجو بيان، تحبوا ديروها لي زيسكالوب ولكن بالمرقاز يجو توب. شوفوا بعد ما تقلى هذيك الطماطيش بعد ما دابت لي نضيف شويه ملح شويه فلفل كحل ونواصل التحريك. ننصحكم كي تجوا حديروا هذه الوصفه اول حاجه تخدموها هي تبداو بهذه الصلصه، يعني اخدموا قبل لاصوص طوماط تاعكم من بعد باش تروحوا ديروا العجينه فوالا هكا باش تكون بردت لكم باش من بعد غير تلونسيو لاباط ديريكتومون تروحوا تعمروها. بعد ما طاحت لنا هاد لا طوماط يعني بعد ما حسيناها بلي دابت راهي بيان نروحوا نضيفوا لها هذوك المرقاز هذاك اللي كنا قسمناه هكذايا قسمناه صغير صغير. ماشي لازم تكون عندكم كميه كبيره تاع المرقازه يعني غير شويه برك يعطيكم بنه بزاف هايله. يعني نحب المرقاز 5 كالوب مع لاصوص طوماط يعني مع هاد لافارس بالذات. يمتزج الخليط تروحوا مباشره تطفيو عليه وتبداو تحلوا في العجين تاعكم بعد ما كان مر عليها حوالي 5 دقائق. تبداو تحلوا بالكريه هكا بشكل دائري، العجينه تكون رقيقه هذه اهم حاجه. العجينه تاعكم حلو. شوفوا كيفاش يطوع فيها لاباط يعني بلا اي حاجه ما راهي تلصق ما والو، لاباط راهي بزاف طريه بزاف هايله. وكما قلت لكم السر من الاسرار باش يجيكم فارغ من الاخر هذاك السوفلي هذاك، اول حاجه ديروا لاباط تاعكم خفيفه وطريه، ثاني حاجه تحلوها رقيقه فوالا. من بعد شوفوا هذيك لافارس كيفاش ولات لي جات بزاف هايله. ضيفوا كميه وما تروحوش تعمروا يعني ما تروحوش تعمروا هذوك لي سوفلي تاعكم تشارجيوهم بالحشو باش ما يجوش يقهموا. ديروا كميه هكذا معتبره ديروها شغل في الوسط تاع لافارس كيما راكم تشوفوا هنايا درت كميه تاع لافارس فوالا في الوسط. وتجو تشكلوا اكيد السوفلي تاعكم بالطريقه تاعو الكلاسيكيه يعني حاجه عاديه. كما قلت لكم تحبوا ديروهم غير بلا صوص طوماط ما دير لهم اي اضافه تقدروا، تحبوا ديروا لا صوص طوماط وتزيدوا لها طون فلافان تاني تجي، تحبوا ديروها بالفيوند هاشي تحبوا ديروها بالبولي هاشي، مي انايا كذوق يعني بريفيريها بالمرقاز تعجبني بزاف. بعد ما حطيت الحشو زدت لها قطع من الجبن الابيض تاني اختياري ورحت غلقت عليها مباشرة. فوالا هذه هي طريقة الغلق. تحبوا تغلقوها هكا ولا تحبوا تغلقوها بفوخشات المهم يعني زيروها برك باش ما تتحلكمش في الكوشه ولا في الكويزينير. اي فوالا نرفدها ونحطها في الصينيه اللي تدخل الفرن. شوفوا يعني رفدتها بكل سهوله. حتى الصينيه تاعي هنا كنت وجدت زوج الاولانيين كيما راكم تشوفوا. شوفوا الحجم تاعهم شحال شباب، حجم متوسط يعني ما همش دي ميني سوفلي. رفدتهم يعني ميم الصينيه تاعي ما درتلهاش ان بابي كويسون هكاك ويطيبوا بيان مش حين يلصقوا لكم. ما تخافوش قلت لكم عجينه هذه هايله بزاف يعني هايله. تدهنوهم انا درت بيضه كامله باش تكفيني، درت لها قطرات من الخل ودهنتهم هكذا من الفوق كيما راكم تكونوا سخنتوا الكويزينير تاعكم من قبل تخلوهم يطيبوا من التحت من بعد حمروهم من الفوق. هنا بعد ما طابوها والشكل النهائي تاعي سوفلي تاعنا شوفوا شحال جاو شابين، شوفوا اللون اللي خداوه لي جاو دوغي جاو هايلين طايبين على حبه هكذا. ومازال عندي سنيوه راهي في الفرن يعني هنا برك سبقت باش نكمل لا فيديو. يعني هاد الوصفه هذه توالم بزاف هكذا في الصيف تولو تبريباريوهم مع هكذا لا سوب ولا حاجه خفيفه هكذا دي سالاد ولا يعني وصفه صيفيه. وشكون اللي ما يحبش لي سوفلي راح تستغناو على تعبرات. ولو دائما يقول لكم الاهل والعائله طيبوهم لنا طيبوهم لنا تيلمو بنان تيلمو خفاف يعني احسن يعني صح احسن من تاع برا. لو كان تجربوهم وصفه بزاف هايله. راح نحاول نقسم معاكم وحده باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل كيفاش جات يعني خفيفه وكيفاش جات فارغه. يعني شوفوا معايا بعد ما قسمت يعني راهي مازالها سخونه فوالا. شوفوا الداخل كيفاش راهي مهويه، شوفوا الداخل كيفاش فارغه يعني ما تجيش معجنه ما تجيش مدكسه تجي شغل فارغه وتجي شغل هوا الداخل فوالا. شوفوا كيفاش طابت لي من تحت، شوفوا كيفاش خدت هذيك التحميره من الفوق. راني ناكد لكم على هاد لي ديتاي يعني باش تنوضوا دوك تنفحوا وتحضروهم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنسوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه.